انت النهارده قدام اكبر فخ معمول للمصريين. حد يقول لي فخ ومعمول للمصريين؟ اقول لك يا حبيب قلبي، اصل هم دلوقتي احتاروا، ما بقوش عارفين يعملوا ايه مع المصريين، فابتدوا يلعبوا العابهم بقى الساذجه والحوارات اللي انتوا لسه هتشوفوها دلوقتي حالا. بص يا سيدي، في واحد اسمه يائير لبيد، الراجل ده راجل تقيل وليه وزنه في اسرائيل، وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل كده. الراجل ده طالع يقول ان احنا على استعداد نسقط 155 مليار ديون مصر كلهم الخارجيه للبنك المركزي. حد يقول لي الله، طب ما الكلام ده جميل، ده انت ديونك كلها هتسقط. هقول لك يبقى انت كده من الناس اللي هتبلع الفخ بسهوله. اصل الفرخه ما بتحدفش كتاكيت. هو عايز يسقط لك كل الديون بتاعتك، بس مقابل ايه؟ مقابل ان مصر تخش تحكم غزه لمده 15 عام، وده الفخ الكبير اللي بيعملوه على مصر. اولا اسرائيل مش من مصلحتها ان غزه ترجع تاني تحت قياده حماس، فيعملوا ايه؟ يحاولوا يرموا المسؤوليه كامله على مصر، ومن هنا يبقى ضربوا عصفورين بحجر. اولا ان هم ينفوا قدام العالم ان اسرائيل داخله تحتل غزه، ثانيا ينفوا حماس من المشهد كامل بوضع القطاع تحت القياده المصريه. طيب لسه لحد دلوقتي سامع واحد بيقول لي هو ليه برضه فخ؟ خليني اقول لك دلوقتي ان بعد ما مصر تقود غزه، حماس اتجننت وراحت ضربت على اسرائيل. دلوقتي قدام العالم كله المناوشات والضرب ده جاي من مين؟ جاي من مصر. فصوره مصر قدام العالم تبقى وحشه جدا، وكده يبقى انت بدات تتورط في حرب مالكش دعوه بيه. حد يقول لي طب هي مصر ممكن تقبل بالاقتراح ده؟ اقول لك قولا واحدا، لا طبعا. مصر دايما في كل مواقفها ترفض ان هي تكون وصيه على غزه، دايما بتقول الحل هو حل الدولتين، وان فلسطين تكون دوله حره مستقله ذات سياده. فمنين مصر هتقبل بالاقتراح؟ اكيد طبعا لا. وبعدين رغم ان اقتراح سداد الديون عن مصر هو عرض مغري جدا، بس ده هيدخلك في سياسه هتولع الدنيا، غير ان الشعب المصري هيكون اصلا رافض لحته زي دي، لانه هيتشاف من وجهه نظر الشعب ان انت بتعمل خدمه لاسرائيل.